يا أخي سبحان الله، الواحد بقاله سنتين من يوم 7 خرا أكتوبر على دماغهم ده وهو بيهاتي بإن كل اللي بيحصل على الساحة ده كله هدفه حاجة واحدة بس: تهجير الفلسطينيين لمصر. ومن يومها واحنا عمالين نقول خليك في صف بلدك، خليك في صف بلدك، مخليهمش يلعبوا بيك ولا يشتغلوك ولا يلعبوا بدماغك. بس سبحان الله انت غاوي يا ابني، غاوي تفتحها كده مبولة عمومية. ليه بقول لك الكلام ده بقى؟ عشان النتن قال في تصريح على قناة على التليجرام اسمها أبو علي إكسبرس إنه إحنا على استعداد إن إحنا نفتح معبر رفح من اتجاهنا، بس في نفس الثانية دي هتلاقي مصر قفلته من اتجاهها. الله يا جدع، يعني المعبر مقفول من ناحيتكم بس مفتوح من ناحيتنا، وانتوا لو فتحتوه احنا هنقفله. ليه؟ لأن البيع عايز يفتحه لخروج وتهجير الغزاويين. طب ينفع كده يا نتن برضو؟ طب والعيال اللي رايحه تتظاهر قدام السفارات المصريه على ان احنا اللي قافلين المعبر كده تصغرهم يا جدع؟ هو انت قاصد تكشفهم اكتر ما هم مكشوفين ومفضوحين؟ ردت مصر على التصريح الخايب ده، قالت لك ان التصريحات اللي منسوبه للنتن دي احنا مش جايه على هوانا ومش لد علينا، تهجير ما بنهجرش، تصفيه قضيه فلسطينيه ما بنصفيش، ومش هنشارك في الظلم البين الواقع على الشعب الفلسطيني، والشعب ده لازم يفضل في ارضه. يسكت النتن؟ ما يسكتش طبعا. رد المكتب الاعلامي بتاعه قال لك على فكره بقى المصريين اشرار، هم اللي رافضين ان الفلسطينيين يخرجوا وسايبينهم في الحرب. لا لا، لو انت قلبك عليهم يلا، طب ما تبطل يلا، ما تبطل اللي بتعمله يا حبيبي بدل ما تهجرهم. وعلى راي الاستاذ ضياء رشوان، لو عايز تهجرهم بقى وهو ده غرضك من القصه كلها، هجرهم جوه بلدهم زي ما قالها الرئيس قبل كده، في صحراء النقد، في حيفا، في يافا. دلوقتي الموقف فيه تصعيدات عالية جدا، ولهجة التصعيد من ناحية مصر بتعلى جدا. السيد ضياء رشوان كان امبارح في لقاء تلفزيوني وبيتكلم على إسرائيل. أهم تصريحين من وجهة نظري قالهم إن إحنا ما بنحبش الحرب، بس إحنا جاهزين ليها، ولو انتوا عايزينها وطلبتوها هتنولوها، وافتكروا إن بين العريش وتل أبيب 100 كيلو، واعرفوا إن 73 دي بالنسبة لكم كانت فسحة، كانت حاجة كده في اللذيذ في الخفيف منه يعني، وان اللي جاي غير خالص خالص. ده يرجعنا لخطاب الرئيس اللي قاله احتفالا بمولد النبوي الشريف، لما بعت رسالة طمأنينة للمصريين وللشعب المصري وقال لهم احنا واعيين كويس قوي لكل ما يحاك ضدنا، وان احنا عاملين حسابنا كويس قوي فما تقلقوش. الحقيقة يا ريس احنا مش قلقانين، بالعكس احنا مستنيين ضربة المرزبة دي من زمان، عشان المصريين جضوا وجابوا اخرهم من السفلات اللي بقوا يشوفوها. وبما اننا عارفين ان سيادتك لما بترسم خط احمر ده معناه ان القضية خلصانة لحد هنا وياما عملتها قبل كده، فاحنا عارفين ان التهجير بالنسبة لك خط احمر. فعايزين نشوف بقى النتن هيعمل ايه المرة الجاية، عشان الله وكيل، الله وكيل. توكلنا على الله بقى، توكلنا على الله وحي على الجهاد يعني. ومن اللحظة دي اللي مش معانا فهو ضدنا. اي حنيكة فارغة، اي عبط، اي كلام من باب ان انت تدلو بدلوك في اي حاجة تخص الامن القومي المصري، انت في اللحظة دي هتتعامل كأنك عدو. نصحى ونفوق بقى علشان اللي جاي مش هزار. جمع كل الحاجات دي جنب بعضها وابتدي استنتج الصورة اللي جاية ايه. ما هو اللي احنا بنهاتي فيه من 7 خرا اكتوبر ده انتوا ما كنتوش سامعينه، انتوا ما كنتوش مركزين للي بيحاج ضد بلدكم. شويه العيال اللي متلقحين قدام السفارات المصريه دي هم اتفضحوا دلوقتي وبلسان اللي مسرحهم ومشغلهم وممولهم. توكلنا على الله، دعم مطلق للقياده المصريه والجيش المصري والاجهزه المصريه في اي قرار هياخدوه في المرحله الجايه، واحنا موجودين، ستاتنا قبل رجالتنا موجودين ومستنيين الاشاره بس. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.